السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد وان شاء الله يكون مفيد، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وندخل على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل معاكم النهارده الفطار بقى وغدا حلو قوي وسهل وبسيط، بس تكملوا بقى معايا الفيديو. هو الفيديو كده صغير مش طويل ولا حاجه. هو ده يوم من ايامي برضو في الدايت. انا فطار النهارده مختلف. هنعمل النهارده بليله باللبن، وقبلها طبعا بشرب كوبايه الميه، وسخنت كوبايه اللبن دي، والبليله انا شايفاها زي ما انتم شايفينها كده، انا سلقاها وحطاها في العلبه عندي وباخد منها. والولاد عندي برضو بيحبوها، وكده كفطار سهل وبسيط. وبالنسبه لنا انا مش بحط بقى سكر ولا حاجه. انت لو عايزه تحطي فيها سكر حطي ربع معلقه سكر او نص معلقه سكر او معلقه عسل ابيض. انا مش باخدها بسكر خالص، انا بكتفي بالسكر اللي في اللبن. وده بالنسبه لي كان فطاري في الدايت عادي. انا عايزه اقول لكم ان يعني الرجيم او الدايت او النظام الغذائي ما هوش عقاب خالص. انت بتاخدي كل حاجه بس بنسب بسيطه وحاجات بسيطه. يعني انا هعمل معاكم النهارده الغدا ايه؟ حواوشي. الحواوشي هاخد منه، هو ده رغيف عيش بلدي. انا جبت عيش بلدي اللي هو بتاع الفرن ده، وهحشي بيه الحواوشي بتاعي عادي. هنعمل الحواوشي بتاعنا ازاي؟ معايا لحمه مفرومه، ومعايا ده فلفل احمر على اخضر، فلفل حامي. فلفل حامي الاحمر، والاخضر فلفل رومي عادي. فرمتهم كده في الكبه، وجبت عليهم بصل برضو حوالي عن 4 بصلات كده. ده نص كيلو من اللحمه المفرومه، جبت عليه حوالي عن 4 بصلات. برضو فرمتهم فرم ناعم في الكبه برضو. والبهارات بتاعتي ملح وفلفل وكمون وكزبره وقرفه وجنزبيل. ومعايا معلقه كبيره كده من بهارات اللحمه. اي بهارات بقى تانية عايزين تحطوها فيها حطوها، هتبقى حلوه جدا. وطبعا معايا بقى كيس مرقه الدجاج الفوريه ده اللي انا ما بستغناش عنه خلاص. ده بيعتبر بقى من الاساسيات عندي في البيت كده، في المشتريات بتاعتي لازم يكون اساسي كده بجيبه. بس انا في مشتريات الاسبوع اللي فات انا كان عندي، فعشان كده ما عرضتوش في المشتريات يعني. فهو كان موجود عندي من قبل كده. وبمسك بقى الحاجات دي كلها اعجنها كده في بعضها. وبعد ما عجنتها ببعضها جبت برضو الكبه وخدتهم وش فيها كده. بس انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو عشان تكملوا معايا بقى كده. وعايزه اقول لك بقى، لو انت وصلت لحد هنا يا ريت تحطوا لي بقى لايك للفيديو، يحمسني كده ان انا اكمل، واشتراك في القناه عشان نتجدعن كده مع بعض ونكمل الشروط كده قبل العيد. همتكم كده بقى معايا. بس كده يا حبايبي. فعايزه اقول لكم ان انا باكل برضو في الرجيم بتاعي، باكل كل حاجه بس بكميات بسيطه يعني. عايزه اقول لك لو انت مثلا كنت بتاكلي رغيفين او 3 من الحواوشي ده، لا خليهم رغيف ونص، خليهم رغيف. قللي على قد ما تقدري، هتلاقي نفسك بتخسي. انا بتكلم للناس اللي عايزه تمشي معايا في النظام الدايت بتاعي، اللي هو دايت من غير حرمان فعلا. ونظام الصيام المتقطع ده عايزه اقول لكم ان هو مريح جدا. مريح جدا يعني للمعده، وبتوقفي كده اكل وتريحي كده المعده، ما تدخلهاش اكل مثلا حوالي عن 16 ساعه. وبالذات بقى قبل النوم بحوالي 5 6 ساعات. يعني في ناس تقول لك يعني مثلا وقفي اكل قبل النوم مثلا ب3 ساعات، لا. انا بخلص مثلا بوقف اكل الساعه 9، بس انا ما بنامش الا على 1 أو 2، وساعات كمان بوصل لصلاه الفجر. في الحاله دي بقى بشرب بقى، بخليها بقى مشروبات. انتوا شايفين انا بعمل ايه اهو؟ ده العيش البلدي بتاعي، عيش بلدي اللي هو كله رده. وكورت بقى اللحمه بتاعتي كده، وبفردها كده في قلب الرغيف. وبعد كده بجيب صينيه، شويه زيت تحت وشويه زيت فوق، وبحطها. بس في الرغيف بتاعي انا حطيت في صينيه لوحده، ومن غير، وقللت فيه الزيت شويه عن عن بتاع البيت والولاد يعني. عشان هما بيحبوه مقرمش بزياده، فعشان يقرمش بزياده لازم تزودوا له الزيت. فانا مش عايزه ادخل بقى دهون كتيره، فحطيت ده لوحده في صينيه لوحده يعني. بس للاسف انا كنت مصوراها، بس المقطع ده اتحذف من على التليفون. فزي ما بقول لكم كده انا بفطر يعني ما ببدا باكل الساعه 1 مثلا الظهر. وبعدين بوقف اكل على الساعه 9 او 10 بالكتير. بس انا مش بنام الا مثلا الساعة 1 الساعة 2، ساعات بوصل لصلاة الفجر على حسب يعني. فبوقف اكل. بعمل ايه بقى في الفترة ديت لو جوعت او كده؟ بشرب بقى كوبايه شاي اخضر باليانسون زي ما انا قلت لكم. ممكن تشيلوا ورقه اليانسون دي وتحطوا مكانها شمر، او تشربوا شاي اخضر بس براحتكم خالص. ده بقى الحواوشي بتاعي بعد ما استوى خالص. انا مسكته بقى قطعته الرغيف نصين. انا اكلت قد ايه بقى من العيش ده، من الحواوشي بتاعي ده؟ حوالي عن 3 شقات. وعملنا طحينه وبصل، وطبعا بقى كترت الخضره اللي هو الفلفل والخيار والطماطم والحاجات ديت. وكلت بقى منها زي ما انا عايزه.
وانما العيش في الحواوشي كلت هو 3 شقات من دولت، هو صغير فانا كلت 3 شقات من دول. ده الفيديو بتاعي يا حبايبي معاكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.